هو الانجليزي ده ماله يا جماعه؟ لا بجد انا نفسي اعرف اقرا انجليزي بشكل كويس بس مش عارف. انا عايز اظبط الاكسنت بتاعتي بس مش عارف اعملها ازاي. الحروف دي صعبه قوي. انا ابني بيعرف انجليش كويس لكن للاسف ما بيعرفش يقرا، بيقرا غلط. انا ابني بيعرف انجليش كويس، بيفهم لكن ما بيعرفش يكتب. جماعه الموضوع كله متعلق بانك تعرف تنطق صح، تعرف الحروف بتاعت الانجليش صح. وهنا انا هعلمك الكلام ده كله وهسهل عليك الامور دي كلها. انت هنا في قناتي وانا مس ايمي، وهعلمك اول سلسله في الفونكس واللي هتخرج منها ان شاء الله ان شاء الله تعرف تقرا بسهوله وتعرف تكتب اي حاجه تسمعها، والاكسنت بتاعتك هتروح في حته. اهلا بيك في قناتي، انا مس ايمي ودي قناتي واتمنى اقدر افيدك. احنا هنا هنتعلم كل ما تتخيله عن الانجليش، هنتعلم فونكس، هنتعلم جرامر، هنتعلم ازاي تفرق بين الكلمات، هنتعلم حاجات كتيرة قوي. بس علشان تعرف كل الحاجات دي لازم تعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان تقدر تستفيد باكبر قدر من طيب. واول حلقة في سلسلتنا او اول فيديو في سلسلة الفوناتكس وهي علم الصوتيات. يعني ايه علم الصوتيات يا جماعة؟ انتوا عارفين ان انا بيقابلني ناس كتيرة قوي بالفعل بيبقوا عندهم القدرة وعندهم الشغف وعايزين يتعلموا بيفهموا انجليش، لكن للاسف ما بيعرفوش ينطقوا كويس لان هم ما تعلموش صح. في اولاد كتير قوي ما شاء الله عليهم بيبقوا اذكياء جدا وعندهم القدره برضو ان هم يتعلموا انجليزي بشكل كويس وفعلا مستواهم حلو، لكن للاسف ما بيعرفوش ينطقوا. جماعه ده بيرجع للزيرو، نقطه الزيرو اللي هو اتعلم غلط من البدايه. فاحنا هنا هنتعلم صح وهنعرف ازاي ننطق الحروف بشكل مظبوط علشان خاطر الاكسنت بتاعتنا تتحسن، وعشان نعرف نقرا انجليش كويس ونعرف نسمع اي حاجه بتتقال لنا ونعرف نكتب اي حاجه نسمعها. فتعالوا نشوف كده اول حاجه في علم الصوتيات وهي الليترز بتاعتي او الالفابيتس او حروف الابجديه الانجليزيه. وزي ما عندي في العربي حروف في العربي، انا عندي حروف في الانجليش. زي ما عندي ابجديه عربيه عندي ابجديه انجليزيه. فانا النهارده هساعدك في اول فيديو، وده اهم فيديو لازم تركز فيه كويس قوي علشان ده اللي انت هتطلع عليه وهتبني عليه باقي السلسله كلها وباقي الحلقات ان شاء الله. فيلا بينا نبدا. تعالوا كده اول حاجه خالص، انا عندي في الالفابيتس عندي كام لتر؟ عندي 26، عندي 26 حرف. 26 حرف في الحروف الانجليزي، وايه اللي هم؟ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. دي الليترز بتاعتي في الالفابيتس الانجليزيه. خلاص طيب ال 26 او ال 26 حرف دول هنعمل فيهم ايه؟ قال لي يا جماعه بمنتهى البساطه كل حرف عندي ليه اسم وليه صوت. Every letter has a sound and a name. يعني كل حرف فيهم يا جماعة ليه اسم وليه صوت. انت ليك اسم وليه صوت وانا ليه اسم وليه صوت. هل انا هاخد صوتك؟ No. انت تاخد صوتي؟ لا طبعا. فكل حرف في الحروف ليه اسمه وليه صوته المميز بتاعه. تعالوا كده نعرف كل حرف صوته ايه واسمه ايه. A sound of A sound of B sound يعني صوت، والنيم يعني اسم. ولما اقول لك every letter كل حرف has a name and a sound، كل حرف عنده اسم وعنده صوت، ليه اسم وليه صوت مميز بيه. the sound of A sound of B sound of C ك سي ك او سي ك. السي حرف شقي فبيعمل صوتين بيضحك عليا. امتى السي يتنطق ك وامتى السي يتنطق س؟ احفظوا معايا. السي اللطيفة بتقول ك لما بيجي بعديها A O U، والسي اللطيفة بتقول س لما بيجي بعديها ال I وال Y. أغنية It's a song. كرروا، اكتبوا، سجلوا، هتحفظوا وهتفهموا. السي اللطيفة بتقول ك لما بيجي بعديها A car O company U cut، والسي اللطيفة بتقول س لما بيجي بعديها ال I
والواي. زي ايه؟ زي السيري. السيري يعني او مدينة. والواي لما اقول مثلا سايكل. سايكل. خلاص احفظوا السي امتى بتقول ك. ها ايوه سامعة. لما بيجي بعديها ايه؟ ها سمعت الاي او يو. وبتقول ايه كمان؟ انت بتقول سامعاك لما بيجي بعديها الايه؟ الاي والواي. اوكي خلاص، يبقى احنا كده عرفنا حرف السي. حرف السي بعده مين؟ A B C D. sound of D د. خلي بالي د مش ت. عشان انا بقابل اولاد كتير قوي للاسف عندهم لبس او خلط في النطق ما بين د والت. خلاص sound of D د. sound of E اه. حرف الاي يا جماعه حرف ما بيسمعش كويس. ما بيسمعش كويس. كل ما انزل عليه يقول حرف الاي، يقول لي ايه؟ sound of E ايه. sound of E ايه. مين الحرف اللي ما بيسمعش حرف الاي؟ بيقول ايه؟ مش بيقول اي، بيقول ايه. sound of E ايه. sound of F sound of G ج او ج. احيانا بيقول ج وهقول لكم امتى. sound of G ج. sound of H ه. حرف بيحب الضحك كتير، مضحك. sound of H ه. sound of I ايه. الاي بيقول ايه، وبشبهه بالحبل لان هو حرف شبه الحبل كده، فهستخدمه امتى؟ هستخدمه في حالة كده هيساعدني، الحبل ده هيساعدني. sound of I اي. sound of J ج. sound of cake. sound of L ل. sound of M sound of N ن. sound of O sound of P ب. البي غير البي. البي الاولانيه حرف البي اللي بعد الاي على طول، الحرف ده اسمه بي sound of بي ب. وده بضم الشفايف على بعض، حرف قوي، الصوت بتاعه قوي جدا. ب sound of بي ب. اما البي حرف رقيق ضعيف ب، وده بيخرج يدوب بلمس الشفايف مع بعض وبيطلع هوا في النص، فبيبقى حرف طاير. خلاص محدش يقول لي بي تقيله وبي خفيفه. انا معرفش يعني ايه بي تقيله وبي خفيفه. I know انه البي بي فور بوي ولا بي فور بان. ينفع اقول على البوي بوي، ينفع اقول على البن بن، ينفع اقول على الباج اقول عليه باج. البوي بقى بوي. الاوبر بقى اوبر. اكيد لا يعني. فخلي بالي من البي، الفرق ما بين البي بي البي القوية بتاعت البوي، والبوي قوي، وحرف البي فور بان فور بانسل. اوكي يلا بعد البي حرف الكيو. حرف الكيو حرف خطير يا جماعة، هرجع له في الاخر خالص. هو sound of كيو ك، بس هو بيتحرك او بيتغير حسب الحرف اللي بعده. والكيو صاحبتها اليو، ما بتمشيش من غيرها. الكيو صاحبتها يو، ما بتمشيش من غيرها. اوعى تكتب حرف الكيو من غير اليو. اوكي sound of كيو ك وهيجي بعده حرف هيغير نطقه تماما. اوكي بعد الكيو حرف الار. sound of R ولا rabbit ولا rabbit، مش هتختلف كتير بس الافضل انك تنطقها صح. sound of R عشان تحسن الاكسنت بتاعتك وتتغير. اوكي sound of R sound of S sound of T sound of U. واليو كان حرف ايه مقفول، اتخبط على راسه اتفتح، فلما اتعور قال ايه؟ اول ما اتخبط على راسه قال ايه؟ قال يبقى sound of U علامة احفظها يا مارد. sound of U خلاص. sound of V sound of W sound of X sound of X وده ليه قاعدة. خلاص
sound of Y ي sound of Z Z. اوكي، دي كانت كل الحروف بتاعتي. دي اسمها letters او الالفابتس. خلاص، الالفابتس اللي هي ايه؟ الحروف الابجديه الانجليزيه. طيب تعالوا نقسمها. هناخد منهم 5 letters كده نطلعهم بره الحروف دي. طب انا هعرفها ازاي او هعلمها لاولادي ازاي او انا هحفظها ازاي؟ بصوا يا جماعه، زي ما اتفقنا ان كل حرف ليه اسمه ليه صوت، فهعتبر ان انا اخدت الحروف دي كلها قاعده في كلاس واحد، قاعدين في فصل واحد، وانا معديه على الكلاس ده سمعت اصوات غريبه، فسالت هي الاصوات دي جايه منين؟ فالحروف قالت لي ايه؟ والله يا ميس مش احنا، ده هم 5 حروف اشقية جدا عاملين دوشة كده في الفصل ومش عارفين نعمل منهم حاجة. فوالله احنا ما عملناش حاجة حضرتك، احنا ممكن نقولك عليهم. حبايبي يقولوا لي مين هم اللي عاملين الدوشة دي؟ الاي تعالالي، الاي وراه، الاو وانت كمان، الاي تعالالي، اليو حبايب قلبي. 5 letters مين هم؟ A E I O U. خدتهم وطلعوا. رحنا المكتب، قعدنا في الاوفيس بتاعي، احكوا لي قصتكم، ايه حكايتكم؟ والله يا ميس بصي احنا هنحكي لك الموضوع وما فيه، احنا 5 حروف للاسف، قدرنا ونصيبنا خلانا بدل ما يبقى عندنا صوت واحد عندنا 2. صوتين؟ يعني ايه صوتين؟ قالوا لي مش كل لتر عنده ساوند وعنده نيم. يا حبايبي، طيب احنا بقى عندنا نيم وعندنا 2 ساوندز، كل حرف فينا عنده 2 ساوندز، بدل ما عنده صوت واحد ده عنده صوتين. طبعا ما فهمتش الكلام ده كله. المهم بما ان هما مميزين ومختلفين عن باقي الحروف، للاسف كان لازم نفصلهم ونخليهم في كلاس لوحدهم، وهو كلاس هنسميه vowels. بما ان انتوا بقى ليكوا صوتين يعني مميزين، فكل واحد يحكي لي حكايته، واكيد مش هتحكوا لي في الفيديو ده، كل حرف هيحكي لي حكايته في فيديو لوحده. فاحنا لازم نميزهم لان قصتهم طويلة، فهنسميهم يا جماعة vowels. الفاولز هم ال5 حروف، الاي والاي والاي والاو واليو. يعني ايه vowels؟ مش لازم نعرف يعني ايه vowels. vowels يعني الاصوات المتحركة. يعني ايه اصوات متحركة؟ كانوا قالوا لنا زمان ان هي الحروف المتحركة، هي الحروف ما بتتحركش، هي اصواتها هي اللي بتتحرك. فالاصوات المتحركة يعني هي الاصوات اللي بتتغير في الكلام. جماعة لازم تبقوا فاهمين يعني ايه اصلا vowels. انت عارف ان الفاول ايه؟ هي حافظين اي اي او يو. برافو عليك حبيبي، برافو عليك، بس مش هي دي. يعني انت مش فاهم ايه، يعني مش فاهم يعني ايه فاول اصلا. لازم تفهم ابنك او انت شخصيا تفهم يعني ايه فاول. الفاول ده هو الصوت المتحرك مش الحرف المتحرك. والاصوات المتحركة عبارة عن ايه؟ الاصوات المتحركة هي اللي بتتغير في الكلام، مرة شورت ومرة لونج، فاحنا بنحفظها as a song. الأصوات المتحركة اللي بتتغير في الكلام مرة شورت ومرة لونج، احفظها as a song. خلاص، تاني، الأصوات المتحركة اللي بتتغير في الكلام مرة شورت ومرة لونج، احفظها as a song. خلاص، فالأصوات المتحركة هي اللي بتتغير وهي اللي بتتحول من شورت لونج. يعني ايه شورت؟ يعني شورت صوت قصير. يعني ايه لونج؟ لونج يعني صوت طويل. ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. هنقف لحد هنا. عايزاكم تذاكروا كويس قوي كل حرف اخدتوه، وعايزاكم تقولوا لي ايه الجديد اللي اتعلمتوه، واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنتكلم عن الفاولز وقصة كل حرف فيهم، يعني ايه شورت ويعني ايه لونج. اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.